يا مساء الفل. 48 سنة مرت على معركة الشرف، 48 سنة مرت على دماء الشهداء اللي ضحوا بنفسهم عشان نعيش بسلام. بس يا ترى هل في مكان أقدر أشوف فيه الحرب دارت إزاي وأوريه لأولادي كمان بشكل ملموس؟ تعالوا نشوف. أنا وأجيال قبلي وبعدي ما حضرناش الحرب، بس أهالينا حفروا النصر في وجداننا بزيارتنا للمكان ده بتذكرة سعرها 30 جنيه. هتقدر تدخل بانوراما حرب أكتوبر اللي أنشئت سنة 89 في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، ولو معاك أولادك أقل من 6 سنين هيدخلوا ببلاش، وهتحضر عرض كامل عن حرب أكتوبر منقسم ل3 عروض. هتتجه في الأول لقاعة التحدي والصمود، هتشوف فيها فيلم عن نكسة 67 وحرب الاستنزاف اللي قدر الجيش وقتها يحقق خسائر كبيرة للعدو زي تدمير المدمرة إيلات. وتناول الفيلم إعادة بناء الجيش المصري في الفترة دي، وانتهى بوفاة الرئيس جمال عبد الناصر. مما أشعل غضب المصريين شعباً وجيشاً. الجزء الثاني هتشوفه في القاعة البانورامية، ودي أعلى نقطة في مبنى البانوراما، منصة دائرية هتلف بيك تسمع وتتفرج على ماكت 3D زي أرض المعركة. هتعرف من خلاله الحرب بدأت ودارت إزاي وخسارة العدو، كأنك في ساحة المعركة. بداية المرحلة على امتداد خط المواجهة في تمهيد نيراني مكثف، ويفتح نجاح الضربة الجوية المركزة أبواب واسعة أمام أبطال التحرير. الجزء الثالث في قاعة العبور، هتشوف دور سلاح الجو والقوات البحرية في حرب أكتوبر واسترداد القنطرة لحد وقف إطلاق النار وإعلان الرئيس السادات زيارة الكنيست وتحقيق السلام. بعدها هتخرج تشوف أسلحة 3D ولوحات جدارية ومعلومات عن الحروب اللي خاضتها مصر، وفي النهاية هتزور متحف مفتوح لمعدات تم استخدامها في الحرب فعلاً، ومعدات وأسلحة تم أسرها من العدو. وزي ما هم عملوا، احنا لازم ناخد أولادنا يعرفوا الحقيقة من اللي خاضوا المعركة عشان ما نتفاجئش في النهاية بتدمير عقول احنا المسؤولين عنها. لو عجبكم المحتوى ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد. سلام.